امريكا تقدر بكره الصبح تشيل ايران من على وش الارض، بس يستحيل تعمل كده. بل ان امريكا لو تعرف هتخلق 100 ايران في العالم. الله، ازاي يا كينج؟ دول اعداء. انت بتشتغلنا يا كينج، انت بتستغلنا حبنا ليك بقى واعجابنا بطريقتك وتميزك في انك تقول اي كلام واي هري. اسكت يا عم كينج والنبي. يا دي اسمع وافهم. الكينج هو فرصتك الاخيره لفهم واستيعاب ما يحدث حواليك. انا عايز المعك يا ولا. شرحت لكم قبل كده في فيديو بعنوان مقاطعة المنتجات الغربية، وفهمتك هم ليه المسيطرين على العالم مرعوبين من فكرة المقاطعة. وطبعا مش عشان الفلوس زي ما شرحت لك، ولكن علشان المقاطعة دي حاجة جمعت كل الناس حواليه، والمسيطرين على العالم بيعملوا كل اللي عليهم علشان يفرقوا الناس في كل حاجة. وإيران دي خنجر في ظهر المسلمين. لو امريكا مخططه مش هتطلع حاجه زي ايران دي. ده ايران دي لقطه بالنسبه لهم، حاجه كده. يعني تقدر تقول عامل حفاز ليهم. يستحيل يستحيل ان يتصوروا العالم الاسلامي بدون ايران، لان ايران تعتبر تفرقه بالنسبه للمسلمين. بقول لك خنجر في الظهر. اه يعني انا نفسي المعك ولا، وانت مش عايز ابدا.